أهلا بيكم وحكاية جديدة، والحكاية النهاردة هنكمل فيها علامات الحب والمحبين. من علامات الحب كمان اللي ذكرناها في الحلقة الأولى. في علامات تانية برضو للحب. فمن علامات الحب حب الوحدة. يعني حب الوحدة من علامات الحب، إن الإنسان لما يحب فيحب الوحدة ويأنس قوي بإن هو يقعد لوحده ويخس. من علامات الحب برضو الإنسان يخس جدا، يعني الجسم ينحل ومن غير أي تعب ومن غير أي حاجة يبقى تلاقي الإنسان المحب ده خاسس، لأن في الغالب بتبقى شهيته للطعام مش كبيرة. هو بيأنس قوي بحبيبه، ولما يفتكر حبيبه ما يبقاش عايز ياكل، على طول بيفكر في حبيبه. فالإنسان يخس في حالة الحب. ومن علامات برضو السهر، علامات الحب السهر، إن المحبين يحبوا السهر. حتى إن بعض الشعراء وصفوا المحبين بأنهم رعاة الكواكب. هم دايما تلاقي حتى الشعراء يتكلموا عن السهر والكواكب والنجوم في كلامهم عن الحبيب أو عن الحب. ومن أعراضه برضو أو من علامات الحب إن هو يحصل له الإنسان المحب يعني يتضايق قوي لو شاف إن حبيبه يعني بيبعد عنه أو بيزعل منه. فتلاقيه يزعل جدا لو حبيبه زعل منه، أو يعني حصل إن هو مش يعني زي ما بيقول نفور بينه وبين حبيبه، فيتضايق جدا ويهتم جدا ويبقى مهموم. ومن علاماته برضو ان الانسان اللي بيحب اهل اللي بيحبه وقرايبه واصحابه، حتى ان هم احيانا يكون بيحب اهل حبيبه اكتر ما بيحب اهله هو نفسه. وبرضو من علامات الحب البكاء. الحبيب دايما او الانسان اللي بيحب دايما بيبقى من السهل قوي ان هو يبكي. فدي كلها من علامات الحب. وبرضو بيحصل احيانا في الحب سوء الظن، ويعني ايه اتهام اي كلمة يقولها واحد منهم وممكن يفسرها بطريقة غلط، وده بيكون سبب العتاب دايما بين المحبين. وبعدين من علامات الحب برضو ان الانسان اللي بيحب حد بيبقى بيراعيه جدا وبيهتم بيه جدا، وبيحفظ كل حاجة عنه وفيه وعن يعني الحاجات اللي بيحبها والأوقات اللي بيحبها والأماكن اللي بيحبها. وما يعني بيبقى مركز قوي مع حبيبه بحيث يعرف عنه أو عن الحاجات اللي بيحبها واهتماماته كل تفصيلة، يعني الحاجات الكبيرة والصغيرة وكل حاجة. حتى ان يعني يقولوا ان الانسان حتى ممكن يكون مش ذكي ولا عنده فطنة، لكن مع الحب يبقى عنده ذكاء وفطنة ويراعي حبيبه او ياخد باله قوي مع حبيبه. هننتقل بقى بعد كده من علامات الحب اللي احنا ذكرناها قبل كده في الحلقة الاولى واللي ذكرناها النهاردة لاسباب الحب. اسباب الحب طبعا ليه اسباب، يعني كل حب لازم يكون ليه سبب ويكون ليه بداية. ففي مثلا قالوا ان ممكن الانسان يحب بالرؤية في النوم. يعني ممكن واحد حصل ان واحد شاف واحدة حلوة جدا وفي رؤية، وقام مهموم قوي بيها وحبيبها جدا وقعد يفكر فيها وفضل فترة كبيرة يفكر فيها ومهموم بيها لغاية ما يعني واحد من أصدقائه قال له يعني أنت بتحب حد مش موجود ومش يعني مش في الحقيقة، يعني هون على نفسك. وقعد فترة لغاية ما نسي الموضوع ده. السبب التاني اللي ممكن يحصل يعني الحب سببه هو الوصف. يعني ممكن إنسان يحب بالوصف.
يعني وده من الغريب الحقيقة، ان يحصل الحب بالوصف من غير ما يشوف الشخص ده. يعني واحد يسمع عن واحدة، او واحد تسمع عن واحد كلام كتير، فممكن يحصل الحب و... ويبقى يعني متأثر جدا بالشخص ده، ويفضل بيفكر فيه ومشغول بيه جدا. ولكن ده بيبقى في مشكلة، ان هو لما يقابل الشخص اللي هو اتوصف له ده وحبه، هو طبعا بيكون كون له صورة في مخيلته معينة. فلما يقابله، يا اما الشخص اللي بيقابله يطلع موافق للصورة اللي هو كان متخيلها فيحصل تأكيد للحب، يا اما يطلع الشخص ده اما يقابله الصورة مختلفة خالص عن الصورة اللي كان بيتخيلها، فيحصل نفور وتنتهي الموضوع. وعايز اقول لكم قصة طريفة بمناسبة حكاية الوصف دي. وممكن يحصل الحب كمان، موضوع الوصف ده ممكن يحصل مثلا في الوقت الحالي عن طريق التليفون مثلا. واحد يسمع حد يكلمه في التليفون، فمن خلال الصوت ومن خلال الكلام يبتدي يحبه. ولو حصل الكلام اتكرر بينهم اكتر من مرة، ويعني حصل بينهم يعني مودة في الحديث او راحة في الحديث، فيحصل الحب. وده برضو لما يحصل بقى، وطبعا بيبقى كل واحد بيتخيل صورة للشخص اللي هو بيكلمه ده واللي هو بيحبه، او حتى عن طريق دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي، فبيتخيل شخص وبيتخيل له صورة. ولما يقابله لو اختلفت الصورة برضو بتنتهي القصة، بيحصل نفور. ولو الصورة كانت موافقة للي هو تخيلها فبيتأكد الحب وبتستمر العلاقة الحب دي. القصة الطريفة بقى ان كان اعرف صديق يعني كان اتصل مرة بشركة، فيعني ردت عليه واحدة سكرتيرة في الشركة، فكان صوتها جميل جدا. فأكلمها مرة، كان يعني في شغل دايما يكلمها، فكان كل ما بيكلمها فكان بيعجبه صوتها قوي، فبدأ يعني يحبها وبدأ يكلمها. بعد كده بدأ يكلمها كمان في تليفون البيت، وحصل بينهم يعني كلام كتير وحب ويعني توافق كبير قوي. وبعد كده قرروا بقى ان هم لازم يتقابلوا، يعني عشان قعدوا يتكلموا فترة لازم يتقابلوا. فصديقي ده بيحكي لي ان هو اتفق معاها ان هو هيشوفها في مكان، وخلاص بقى اتفق، وهو كان يعني بيحبها جدا او يعني متأثر بيها جدا. فالمهم لما راح المكان وقابلها فلقى الصورة مختلفة خالص عن الصورة اللي هو تخيلها. هو بيقول لي انا لقيت نفسي يعني مش قادر حتى اكمل اللقاء، واعتذرت منها ومشيت بسرعة، وانتهت العلاقة او انتهى الموضوع. فالوصف والصوت حتى بالمراسلة يعني عن طريق الكتابة ممكن يحصل حب وانشغال وتأثير. وبعد كده برضو ان كانوا قالوا وصف على موضوع اللي هو اختلاف الصورة ده، يعني بعض الشعر فمن الشعراء القدامى الأندلسيين، فواحد بيقول مثلا: وصفوك لي حتى إذا أبصرت ما وصفوا علمت بأنه هذيان، فالطبل جلد فارغ وطنينه يرتاع منه ويفرق الإنسان. يعني بيمثل إن يعني قمة إنه كان واهم في الموضوع ده. وبعد كده بقى من أسباب الحب أو ممكن يحصل الحب من نظرة واحدة، أول نظرة زي ما بنقول كده بالحب من أول نظرة. فممكن برضو يحصل الحب بسبب كده. مثلا في قصة شهيرة لشاعر أندلسي معروف اسمه يوسف بن هارون الرمادي. شاف جارية في مرة
في مكان عند يعني بيتجمع فيه النساء، فشاف جارية هناك فأعجب بيها جدا. وبعد كده فلما مشيت فضل يمشي وراها، وبعد كده فضل يمشي وراها لغاية ما هي خدت بالها والتفتت ليه وقالت له انت ليه ماشي ورايا، ويعني انت عايز ايه بالظبط؟ فقال لها يعني حالته بقى ان هو يعني من ساعة ما شافها وهو يعني حبها. فقالت له ان يعني الموضوع ده مش هينفع ومفيش يعني ليك اي امل في الموضوع ده، وان هي مملوكة لحد. والمهم سألها عن اسمها فقالت له خلوة. فبعد كده طلب منها يعرف عنوانها، فقالت له ده يعني نجوم السماء أقرب لك من إن أنت تعرف مكاني. قال لها طب بس عايز أشوفك. قالت له تشوفني كل يوم جمعة، اللي هو كان شافها في يوم جمعة يعني، في نفس المكان اللي أنا كنت فيه. فبيقولوا إن هو الشاعر يوسف بن هارون بقى كل يوم جمعة يروح يقعد في نفس المكان ده عشان يشوفها، لكنه ما شافهاش خالص. وهي دي اللي كتب فيها قصائد كتيرة قوي، بيقول دايما فيها كلمة خلوة. فدي كانت بعض أسباب الحب، وهنكمل حديثنا عن الحب وعلاماته وأسبابه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. نشوفكم على خير وأشكركم. السلام عليكم.